السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وخير. انا النهاردة عاملة فيديو مختلف خالص بعيد بقى عن اجواء المطبخ والبيت وكده، وقلت بقى ايه اعمل فيديو مختلف. وطبعا النهاردة كان يوم جميل جدا جدا جدا. كان يوم متجمعة فيه انا وصحباتي واولادي واولاد صحباتي. كان يوم ممتع جدا لدرجة ان بقالي سنين ما شفتش صحباتي دولت، فكنت فرحانة جدا ان انا شفتهم. بجد يوم حلو قوي، والولاد انبسطوا فيه جدا، وكانوا بقى هما كده في المراجيح، المكان اللي احنا كنا متجمعين فيه. كنا متجمعين في النادي، وطبعا في المراجيح اللي قدامكم ديت. بس كانت بصراحة العيال كانت مبسوطة جدا جدا، واتمرجحوا كويس جدا. وعايزه اقول لكم بقى ان دول ولادي وولاد اصحابي هم اللي كانوا موجودين في المكان، بس عشان احنا كنا رايحين تقريبا بعد العصر. وطبعا بقى اللي بيتزحلق واللي بيتمرجح هو يعني ايه، رغم ان المراجيح محدودة بس الولاد كانوا مبسوطين جدا، واحنا كمان امهاتهم كمان كانت مبسوطة جدا، وانا كنت مبسوطة والكل كان مبسوط. وولادي طبعا قدامكم هم يعني بيتزحلقوا. دي بنتي الصغيرة دي بقى مش عايزة اقول لكم، على طول عايزة تنفذ اللي هي عايزاه وكده. بصراحة كان يوم شيق جدا. وطبعا انا عندي بنتي دي واقفة على طول بقى عايزة تعدي الناحية التانية وهي مقفولة وما كانش فيها اي حد. عايزة تعدي بقى تركب القطر بقى وتروح على النطاطة وتفضل تتنطط وكده. بس كان الباب مقفول عشان لسه اللي هم المسؤولين عنها ما كانوش لسه وصلوا. ودولت بقى اولاد صحباتي همت ما شاء الله عليهم. كانوا فرحانين ومبسوطين، وانا كنت فرحانه جدا لان انا شفتهم، ما كنت شفتهمش اصلا يعني من سنين وكده. وديت كانت اول مره ليا اللي انا اشوفهم واتجمع مع صحباتي واولادهم. وبصراحه كان يوم حلو قوي. ويعني اولادي كمان انبسطوا جدا، وكانوا مش عارفه هم كانوا معلقين على الزحلقه ليه، كل شويه يروحوا يتزحلقوا يتزحلقوا يتزحلقوا، لدرجه ان هم كانوا يعني ايه يعني مبسوطين قوي. وبنتي برضو مصممة ان هي عايزة تعدي الناحية التانية عشان عايزة تروح تتنطط هناك وتركب القطر اللي موجود. وانا اقول لها يا بنتي مقفولة مش موجودين، بس هي برضو مصممة عايزة تروح. وبصراحة كانت الاجواء جميلة قوي، والولاد كانوا فرحانين ما شاء الله عليهم. وادي القطر اهوت، بس ما كانش لسه اصحابه جم. ودول بقى ولاد صحباتي. المكان كان لسه الجو هادي وما كانش لسه ازدحم، فكانت المراجيح قدامكم كده يعني هي بسيطة، وكان فيها ولادنا احنا بس، ما كانش في حد تاني اكتر من اولادنا وكده. مش خايفة؟ خلاص. بصراحة الاجواء حلوة قوي وجميلة يعني ما شاء الله. وبنتي بقى مفكرة ان هي لما هتجيب الكرسي هي كده هتطلع، عشان يعني ايه مش هتطلع على السلام، هتطلع على طول على الزحلقة من فوق عشان ايه تتزحلق. فكرة ان الكرسي هيطلعها على طول، ما تعرفش يعني هي لازم تطلع على السلالم يعني. بجد الولاد كانوا فرحانين قوي قوي يعني. بصراحة يعني الجو حلو قوي ما شاء الله، جميل جميل وهادي. يعني بجد لما تاخدوا ولادكم كده وتنزلوا تغيروا جو ويوم مختلف بعيد عن البيت، بجد الولاد بترجع يعني اعصابها مرتاحه، وتحسي بسعادتهم كده، تحسي ان الابتسامه كده من في وشهم كده يعني طالعه خالصه كده يعني. خرجوا الطاقه اللي عندهم، ما عادش عندهم كبت، غيروا جو. يعني ايه يعني بتبقى حاجه حلوه يعني. احنا ذات نفسنا بنبقى مبسوطين وفرحانين. ودي طبعا بنتي صاحبتي اللي كانت مع بنتي دي، ودول ولادهم برضو وكده، وقاعدين بقى يتمرجحوا فرحانين يعني. هم مش حاسين ان انا بصورهم، بس انا قلت اصورهم واعملها لهم مفاجأة بعد كده بقى، اللي انا انزل لهم الفيديو عشان يشوفوه ويشوفوا نفسهم يعني، وهم ايه في بيتمرجحوا كده. وطبعا اغلبية الملاهي هم كانوا قافلينها بإقفال، علشان برضو ما كان اللي كانوا مسؤولين عنها برضو ما كانوش موجودين، وهم يعني ايه بيحاولوا يقفلوها علشان يعني ايه ما تبقاش مضرة على الأطفال وكده. فهم بيتفضلوا لما يبقوا موجودين عشان يفتحها لهم وتبقى أمان أكتر. طبعا هنا بقى ابني بيتمرجح وكده، وكان مبسوط قوي قوي.
ودي بنوتي برضو، دول بنات ولاد صاحباتي بقى اللي موجودين دولت على المراجيح. هو ما كانش فيه غير انا وولاد صاحباتي وخلاص، يعني ما كانش فيه اكتر من كده. المكان كان لسه ما ازدحمش، وكان لسه الجو هادي يعني فيه، عشان كده الولاد قدروا يستمتعوا ويلعبوا مع بعضهم ويبقوا يقضوا يوم حلو يعني. ودي بنوتي بقى الصغيره. وبعد بقى ما لعبوا كده جاعوا، فحبينا بقى نجيب لهم بقى الاكل، فطلبوا بيتزا. طبعا الاطفال كلها بتعشق البيتزا، فاحنا بقى جبنا لهم البيتزا اللي هم طلبوها. كل واحد طبعا طلب الطلب بتاعه، كل واحده لها بقى ذوق، وكل واحد عايز ذوقه بقى في الاكل، وهو بيحب ايه وبيحب نوع ايه. فطبعا هم اطفال وسيبناهم يختاروا، عشان برضو ده كان يوم لهم يعني، نزهة لهم وفسحة لهم، فاحنا ما حبناش نزعلهم في اي حاجة، واللي هم عايزينه كله كنا جبناه لهم يعني. بصراحة كان يوم حلو قوي. واللي بيشوف الفيديو لأول مرة أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد عن القناة. وما تنسوش اللايك عشان يكبر الفيديو ويوصل لأكبر عدد من المشاهدات. وباي باي.